دايما اي حد بيجي يشتري لابتوب مستعمل بتقابله مشكله جامده جدا، وهو في حوار بطاريه اللابتوب. بطاريه اللابتوب غالبا ما بتطلع مضروبه في اللابات المستعمله. بشتري البطاريه اول اسبوع بتشتغل تمام، بعد كده بلاقي اللي هي فصلت معايا او بتشتغل نص ساعه وبتفصل. فعشان كده الفيديو ده هعلمك ازاي تكشف على بطاريه اللابتوب في حال لو هتشتري لابتوب مستعمل، او تعرف بطاريه لابتوبك الحالي عايزه تتغير ولا لا، لو انت مش ناوي تشتري وبتفكر تغير البطاريه بتاعه اللابتوب بتاعك الاساسي. اول حاجه هاجي هنا في السيرش بار وابحث عن باور شيل. بعد كده ادوس عليها كليك يمين، بعد كده run as administrator. هفتح الباور شيل عندي واكتب فيها باور cfg، بعد كده اكتب سلاش، بعد كده اقول له battery report. الكوماند ده هيخلي الويندوز يعمل لي ريبورت لحالة البطارية في اخر 7 ايام، وايه هي الكباستي بتاعة البطارية. هيطلع لي هنا الباس بتاع الريبورت، واقوم واخده كده كوبي، واجي هنا في اي براوزر عندي، ولنفترض مثلا ان انا هفتحه من جوجل ايدج او مايكروسوفت ايدج. اقول له هنا كده كنترول في، واقول له اوكي. وزي ما انتم شايفين فتح الباتري ريبورت عندي. اول حاجه عندي هنا الكمبيوتر نيم ونسخه البايوس والبيلد والسيريال نمبر والحاجات دي. طبعا الحاجات دي بالنسبه لي دلوقتي ملهاش اي 60 لازمه. بعد كده الانستول باتريز. انا عندي هنا بطاريه واحده انستولد على اللابتوب ده. هل في لابات بيبقى عليها انستولد اكتر من بطاريه؟ كان في، بس دلوقتي مش منتشره قوي. عندي هنا نوع البطاريه لايبو باتري، وعندي الديزاين كاباسيتي والفول تشارج كاباسيتي. الديزاين كاباسيتي اللي هي الكاباسيتي بتاعه البطاريه لما صنعوها، او الكاباسيتي بتاعه البطاريه في الحاله العاديه، اللي هو اول ما افتح اللابتوب من الكرتون هلاقي الكاباسيتي بتاعه البطاريه 54 واط. طيب ايه هي الفول تشارج كاباسيتي؟ الكاباسيتي بتاعه البطاريه في الوقت الحالي، لان طبعا الكاباسيتي بتاعه البطاريه كل فتره بتقل. وعشان كده دي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها لما تيجي تشتري اي لابتوب، اللي انت تبص على الفول تشارج كاباسيتي مش الديزاين كاباسيتي. ممكن حد يقول لك اللابتوب ده الباتري بتاعته 54 واط، فعلا تبقى هي الديزاين كاباسيتي بتاعتها 54 واط، بس مع الاستعمال الكتير الكاباسيتي بتاعتها قل. طب عشان نحسب كفاءة البطارية دي بنعمل ايه؟ بفتح كده الكالكوليتور بتاعتي وبقسم الفول تشارج كاباسيتي على الديزاين كاباسيتي. هقسم هنا 53124 على 54891، واقول له انتر. الرقم اللي يطلع معايا ده هضربه في 100، وزي ما انتم شايفين الكباستي بتاعت البطارية بتاعتي 96% وسبعة من عشرة، وده رقم كويس جدا. اللابتوب ده بقاله معايا سنة وأربع شهور. بعد كده هنزل هنا recent usage بتاع الباتري. طبعا معظم الوقت بستخدمه على الاي سي. الاي سي معناها اللي انا موصل الشاحن فيه ومشغل المود اللي هو ايه، الشحن يبقى بين ال 50 ل 80% عشان ما يضرش البطارية. طبعا في حاجة هنا نسيتها، وهي السايكل كاونت. هي مش مكتوبة عندي، بس في بعض اللابات بيكتب السايكل كاونت، وهو البطارية دي اتشحنت كام مرة. كام مرة اللي هو أول ما أحط فيها الشاحن وأخرجه دي هتتحسب سايكل كاونت؟ الإجابة طبعا لأ. السايكل كاونت بيحسب لي كام مرة البطارية شحنت الفول كاباستي بتاعتها، يعني كام مرة دخل في البطارية باور بما يعادل ال 54891 ملي وات دول. بمعنى تاني، اللي أنا لو جيت وصلت الشارجر في اللابتوب وشحنت من صفر لحد 50%، بعد كده قعدت استخدم اللابتوب لحد ما الباتري فصل، ورجعت تاني شحنته من صفر لحد 50%، فكده شحنته 50% مرتين، فدي هتتحسب سايكل كاونت واحدة بس. وهكذا أي شحن أشحنه اللابتوب هيفضل يتجمع ويشوف هو شحن كام مرة 100%، لكن مش عدد مرات الشارجر اتوصل فيها اللابتوب. طبعا في العادي المفروض تبقى بين ال 300 و 400 عشان أقول لك إن ده رقم كويس. كاستخدام عملي وكده هو ممكن تشتغل معاك كويس قوي لحد مثلا 800 سايكل كاونت. بعد 800 سايكل كاونت هتلاقي ان البطاريه الكباستي بتاعتها ابتدت تقل من 70 ل 80% مثلا. وصدقوني وانس ان البطاريه تقل الكباستي بتاعتها لحد 70%، فهي هتقل بعد كده جامد جدا. يعني هي بتفضل تقل بالراحه خالص في التسعينات والثمانينات. اول ما بتوصل ل 70% بتلاقي الكباستي بتاعت البطاريه بتقل جامد جدا، بعدها بشهر تلاقي الكباستي بقت 50%، بعدها بشهر هتلاقي الكباستي بقت 40%، لحد ما البطاريه تبوظ خالص. هنا عندي في الجدول ده في الستارت تايم
امتى ابتديت استخدم اللابتوب، والحالة بتاعتي كان ستاند باي ولا اكتف. ستاند باي ده اللي هو فاتح اللابتوب ما بعملش على اي حاجة، فبلاقي الشاشة اسودت كده واللابتوب دخل في وضعية الستاند باي، اللي هو اول ما بهز الماوس بلاقي اللابتوب تاني رجعت الشاشة تنور، فدي اسمها وضعية ستاند باي. وهنا الكاباسيتي ريمينج او البطارية كانت مشحونة ساعتها بمقدار كام واط والبرسنتج بتاعت البطارية. وهنا بلاقي الخانة لما بتبقى متنورة بأحمر، فأنا كده بشتغل على البطارية نفسها مش بشتغل على الاي سي. زي ما انتم شايفين الاي سي لونها عادي، الباتري لونها أحمر. طبعا الحالة دي مهمة عشان أشوف هل الكاباسيتي بتاعتها كواتس بتقل مرة واحدة أو بتزيد مرة واحدة. أنا مش شايف الكلام ده، شايف هنا في تدرج في الكاباسيتي، ما بلاقيش مثلا اللي هي إيه بقت 35 واط وفجأة نزلت بقت 20 واط. لو نزلت من 35 واط ل 20 واط فجأة أو رفعت فجأة وسابت جاب كده، فهنا بعرف إن في سيل بايظة في البطارية وعشان كده حصل لها سكيبنج. طبعا هنزل تحت لحد ما أشوف الباتري يوزج. الباتري يوزج معناها البطارية بستخدمها قد إيه في خلال آخر 7 أيام. طبعا هنا أنا الباتري يوزج بالنسبة لي قليل جدا لأن أنا معظم الوقت بستخدم اللابتوب على الاي سي. طبعا هنا مجمع لي كل السيلز بتاعت الباتري اللي باللون الأحمر، مجمعهم لي في جدول لوحده. انا بستخدم باتري قليل قوي، فهتلاقوا الديوريشن بتاعتها دقيقة و40 ثانية، دقيقة وعشر ثواني، غالبا بستخدمه على الشاحن يعني. بعد كده عندي اليوز جي هيستوري، وهنا بيقول لي الفترة كل اسبوع استخدمت فيه اللابتوب على الباتري قد ايه وعلى الاي سي قد ايه. يعني مثلا انا اول اسبوع لما فتحت فيه اللابتوب كان هنا استخدمته على البطارية لمدة 3 ساعات كاملين، وكان ستاند باي على البطارية لمدة ساعتين. طبعا على الاي سي استخدمته 11 ساعة، وستاند باي على الاي سي 8 ساعات. فطبعا المؤشرات دي بتبين لك اللابتوب فضل شغال وقت قد ايه عشان تعرف اللابتوب اللي انت هتشتريه اتهلك كشغل ولا لا. يعني مثلا جه عليا اسبوع اهو، الاسبوع ده شغلته 33 ساعة كاملين، فدي مؤشر عشان يعرفك اللابتوب ده اشتغل وقت قد ايه. جه عليا برضو اسبوع، غالبا دي كانت فترة امتحانات، دي كانوا اسبوعين كاملين من 22/4 لحد 6/5. اللابتوب اشتغل 89 ساعة في خلال الاسبوعين دول، فدي حاجات لازم تبص عليها. بعد كده الباتري كاباسيتي هيستوري. هنا اول ما فتحت اللابتوب من الكرتونه بتاعته كان الفول تشارج كاباسيتي نفس الديزاين كاباسيتي 54 واط. طيب بعد كده ابتدت تقل. هنا ده مقياس ان انا اشوف هل هي قلت مره واحده ولا لا، وهل هي في الفتره دي بتقل ولا لا. يعني انا شايف ان هي في اخر فتره خلاص، من بعد اول شهرين فتحت فيهم اللابتوب من اخر سنه 2023 وهي محافظه على نفس الكباستي بتاعتها اللي هي 53124. 53124 ما اتغيرتش، وده مؤشر لحالة البطارية كويسة جدا، ولا هي بتقل ولا بيحصل فيها أي مشاكل وشغالة تمام. طبعا عندي هنا الباتري لايف استيميت اللي هو غالبا البطارية بتقعد وقت قد إيه، وده مؤشر كويس جدا عشان تعرف منه البطارية بتقعد كام ساعة بعيدا عن كلام التاجر أو الشخص اللي بيبيع لك اللابتوب. هنا بيقول إن at full charge البطارية بتقعد معايا مثلا في أول أسبوع قعدت ساعتين، بعد كده قعدت ساعتين 8 دقايق، ساعة 56 دقيقة، هنا 51 دقيقة. هنا عشان ما كنتش هنا كويس جدا. طبعا هنا add design capacity و add full charge. الديزاين كاباسيتي اللي هو الأرقام بتاعة الشركة، والفول تشارج اللي هي الأرقام الفعلية عشان تعرف تقارن ما بينهم وتشوف هل البطارية دي اتهلكت ولا لأ. يعني مثلا هاجي هنا هلاقي إن الأرقام الفعلية 2 و19 دقيقة، الرقم بتاع الشركة 2 24 دقيقة، فهلاقي في فرق بين الرقمين. الفرق ده كل ما يبقى صغير كل ما يبقى احسن. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم واستفدتوا جدا منه في انكم تعرفوا هل البطاريه محتاجه تتغير ولا لا، وانكم تكشفوا على لابتوب جديد رايحين تشتروه. اشوفكم في فيديو الجاي.